سفاح مجنون بيحول ضحاياه لمجموعة من الدمى والسبب مرعب. ولو عايز تفهم الحكاية خليك معايا للنهاية. فيلمنا بيبدأ لما بنت اسمها أليسون بتفوق من الغيبوبة وبتلاقي نفسها محبوسة داخل قبر، وجنبها مجموعة بنات فرقوا الحياة. وأليسون بتكون عمالة تتألم بسبب إن في جرح خطير موجود في بطنها، ومن الواضح إن أليسون اتعرضت لهجوم شرس قبل ما تفقد وعيها. ولكن لحسن الحظ نجت من الموت وما بقتش ضحية زي البنات اللي جنبها. ولما أليسون حطت إيديها في جيبها ولقيت تليفونها لسه موجود، حاولت تتصل بالشرطة بسرعة، ولكنها لاحظت إن مفيش شبكة خالص وما كانش قدامها حل غير إنها تتحمل ألم الجرح اللي فيها. وفضلت تزحف لحد ما وصلت لسلم القبر على أمل إن التليفون يلقط إشارة. ولكن للأسف وقتها بطارية تليفونها فصلت شحن. وفي اللحظة دي لما سمعت صوت حد بيفتح باب القبر، رجعت للمكان اللي صحيت فيه وبدأت تتظاهر إنها ميتة زي باقي البنات اللي حواليها. ووقتها بنشوف راجل جسمه ضخم ولابس قناع بيدخل للقبر، وبنعرف إن اسمه بيتي، واللي بيروح يمسك إبرة وخيط كانوا موجودين على الترابيزة اللي في القبر، وبيخلع القناع اللي لابسه وبيبدأ يخيط قطع موجود فيه. وبالنظر لخصل الشعر اللي موجودة على القناع بنعرف إنه مصنوع من بواقي ضحايا. وبعدها بيتي بيروح ناحية أليسون وبيشيل الضحية من البنات اللي جنبها وبياخدها وبيخرج من القبر. وأليسون ما بيكونش عندها أي فكرة عن اللي بيتي بيخطط له، ولكن الحاجة الوحيدة اللي متأكدة منها إن الراجل ده عبارة عن وحش ما بيرحمش. وبعدها أليسون بتروح ناحية الترابيزة وبتستخدم الإبرة والخيط علشان تلم الجرح اللي فيها. وعلى الرغم من كمية الألم اللي بتكون حاسة بيه، إلا إنها بتحاول تستحمل ومش بتطلع أي صوت علشان بيتي ما يسمعهاش. وفي اللحظة دي أليسون سمعت صوت جاي من ناحية الضحايا، واكتشفت إن في بنت منهم بدأت تتحرك. وبيتضح إن البنت دي زي أليسون بالظبط كانت داخلة في غيبوبة وفاقت. ولما أليسون بدأت تتكلم معاها عرفت إن اسمها إيميلي، وإنها تعرضت لهجوم مفاجئ من شخص غريب أثناء رجوعها للبيت. ولما فاقت لقيت نفسها موجودة هنا. ووقتها أليسون بتعرفها إنهم محتجزين داخل قبر من قبل شخص غامض مش واضح هو عايز منهم إيه. ولما أليسون لاحظت إن في جرح موجود في بطن إيميلي زيها، وراحت تجيب الإبرة والخيط علشان تعالجها وتوقف النزيف، فجأة إيميلي فقدت الوعي مرة تانية. وفي اللحظة دي أليسون بتسمع صوت خطوات بيتي وهو بيقرب من الباب. وأثناء ما كانت بتجري علشان ترجع تنام جنب الضحايا وقعت بالغلط علبة دهان على الأرض، ولأن ما كانش فيه وقت إنها تشيلها كملت جري ورجعت للضحايا. ولحسن الحظ لما بيتي نزل للقبر ما لاحظش أي حاجة غريبة. وبعد ما راح بص على الضحايا اختار أصغر بنت فيهم وشالها على كتفه. وأثناء ما كان خارج من القبر داس بالغلط على الدهان اللي موجود على الأرض. وساعتها بيتي بدأ يشك إن في حاجة غلط. ولما رجع علبة الدهان على الترابيزة وشاف هناك الإبرة والخيط وهم مليانين بالدم، وقتها أدرك إن في بنت من الضحايا فائت. ولما رجع للبنات علشان يتأكد من ده، لسوء الحظ إيميلي فائت في الوقت ده بعد ما فقدت وعيها في وقت سابق. وساعتها بيتي هجم عليها وأنهى أمرها تماما، وبعدها رجع للبنت اللي نزلها وشالها مرة تانية وخرج من القبر. وساعتها أليسون أدركت إنها لازم تهرب من المكان ده في أسرع وقت، لأن كل ما عدد الضحايا قل كل ما زادت فرصة اختيارها. وأثناء ما كانت بتفكر هتهرب إزاي، فجأة بيرن تليفون إيميلي اللي لسه موجود في جيبها، والغريبة إنه بيكون موجود فيه شبكة. ولما أليسون ردت على المكالمة عرفت إن المتصل هو جوز إيميلي واللي بيكون عايز يطمن على مراته. وأليسون لسه هتحكي له عن اللي حصل وتطلب منه يتصل بالشرطة. الإشارة بتبدأ تقطع، ولما أليسون بتروح ناحية السلم على أمل إن الإشارة تجمع مرة تانية، في اللحظة دي سمعت صوت خطوات بيتي وهو بيقرب من الباب، فجريت بسرعة ورجعت تنام جنب الضحايا. ولما بيتي نزل للقبر راح قرب من الضحايا واختار إيميلي المرة دي. ولما كان على وشك إنه يخرج بيها من القبر، فجأة تليفون إيميلي اللي كان في جيب أليسون بيرن مرة تانية، فبيتي بيروح يسحب التليفون من داخل جيبها وبيكسره. ولحسن الحظ ما أخدش باله إن أليسون لسه عايشة، ورجع شال إيميلي ومشي. وفي اللحظة اللي خرج فيها من القبر روح أليسون ردت فيها من تاني، ولكن في نفس الوقت كانت خايفة لأنه ما بقاش فيه داخل القبو غير هي وبنت تانية، وإنها لو ما قدرتش تهرب قبل ما بيتي يرجع احتمال كبير يكون الدور عليها المرة اللي جاية. وبدون ما تضيع وقت بتبدأ تدور على أي مخرج من القبو. ولما بتلاقي شباك مسدود بألواح خشبية بتمسك مفك كان موجود على الترابيزة وبتروح تفك مسامير الألواح الخشبية. ولكنها بتتصدم لما بتكتشف إن ورا الخشب
في طبقة سميكة من الحديد مستحيل تتشال، وعلى الرغم إنها بقيت قادرة تشوف العالم الخارجي، إلا إن ما كانش عندها الشجاعة إنها تصرخ وتطلب المساعدة خوفًا إن بيتي يسمعها. وفي الوقت ده لما بتسمع صوت باب القبو وهو بيتفتح بتروح تنام بسرعة جنب البنت اللي فاضلة. ولكن أليسون ما كانتش محظوظة زي المرات اللي فاتت، لأن بيتي بيختارها المرة دي وبيشيلها على كتفه، وبعد ما بيخرج بيها من القبو وبينيمها على كنبة في البيت، وبيدخل يشيل جسد إيميلي من الأوضة اللي جنبها وبيمشي. ووقتها أليسون بتقوم من على الكنبة وبتروح تدخل للأوضة دي، وهناك بتلاقي صورة لست إيميلي كانت لابسة نفس فستانها وحاطة مكياجها لما بيتي كان شايلها. وأول ما أليسون بتسمع صوت خطوات بيتي بترجع تنام على الكنبة بسرعة، وفي اللحظة اللي بيتي بيدخل فيها للمكان بيبص على صورة لست تانية، وبيبدأ يلبس أليسون نفس فستانها وبيحط لها نفس مكياجها. وبعد ما خلص شال أليسون وقعدها على سفرة بيكون عليها التلات ضحايا اللي كانوا في القبر، وبيتي بيكون ملبسهم فساتين برضه وحاطط لهم مكياج. وبعدها بيتي بيشغل فيديو على شاشة عرض بيكون موجود فيها صور لأسرة مكونة من راجل ومراته وابنهم اللي وجهه مشوه بالكامل، ومن الواضح إن الطفل ده هو بيتي. وبعد شوية بيتي جاب كوباية عصير كبيرة وحطها على الترابيزة، وبمجرد ما مشي أليسون فضلت تشرب من العصير لأنها كانت عطشانة جدا. وبعدها بيتي بيجيب ست مسنة اسمها لورين موجودة على كرسي متحرك ولابسة جهاز تنفس صناعي وبيقعدها على السفرة برضه. ولما بيتي بيخرج من المكان أليسون بتعتقد إن لورين ضحية جديدة انضمت ليهم، ولكن لورين بتفاجئها وبتلف وشها ناحيتها وبتفضل تنده عليها باسم هيلين. فأليسون استغربت جدا ولسه هتعرفها إن اسمها أليسون، لورين بتتعصب وبتقول لها اخرجي من بيتي، وبتفضل تقول كلكم أهنتوني وكلكم تستاهلوا الألم ده. وبسبب انفعال لورين فجأة بتفقد وعيها، ولما بيتي بيسمع أصوات الدوشة بيروح للأوضة بسرعة وبيكون ماسك في ايديه تورتة علشان يحتفل بعيد ميلاد لورين. وساعتها أليسون بتعرف إن لورين هي في الواقع أم بيتي. وبعد ما لورين استعادت وعيها مرة تانية، المرة دي بصت على الأربع بنات اللي على السفرة وفضلت تتكلم عن ماضيها، وبيتضح من كلام لورين إن هيلين دي كانت صاحبتها المقربة اللي خانتها. وهيلين ما اكتفتش بخيانة لورين مع جوزها وبس، لا دي كمان اتعاونت مع 3 بنات تانيين ودمروا حياة لورين تماما، وعلشان كده لورين انتقمت منهم بمساعدة ابنها. ولكن حتى بعد انتقامها كرهها للبشر ما انتهاش واستحوذ عليها هاجس نفسي، ودربت ابنها على مطاردة البنات كل سنة في عيد ميلادها علشان تعيد تمثيل نفس سيناريو الانتقام وترضي غريزتها الشريرة. وأثناء ما لورين كانت بتواصل كلامها عن الماضي فجأة أليسون بتسحب آلة حادة من على السفرة وبتحطها على رقبة لورين وبتهدد بيتي إنها هتأذي أمه لو ما سابهاش تمشي. ولكن بيتي مش بيهتم لكلامها وبيفضل يقرب منها، وساعتها أليسون بتقطع أنبوبة الأكسجين الخاصة بلورين وبتطلع تهرب، ولكنها بتلاحظ إن كل البيبان مقفولة. ووقتها بيتي بيكون وصل لها وبيهجم عليها، ولما كان على وشك إنه ينهي وجودها أليسون بتوجه له ضربة قوية في جسمه باستخدام الآلة الحادة وبتطلع تجري. وبما إن مفيش مكان في البيت تهرب منه بتنزل تستخبى في القبر. ولما بيتي بينزل يدور عليها وبيلاقيها مستخبية عند الزاوية بيروح يمسكها وبيرفعها من على الأرض وبيحاول يسيطر عليها. ولكن فجأة أليسون بتسحب الآلة الحادة من جيبها وبتوجه له ضربة قاضية على دماغه وبتنهي شره للأبد. وبعدها أليسون بتاخد المفاتيح من جيبه وبتروح تفتح الباب، وأخيرا بتحرر نفسها من الكابوس ده وبتخرج من البيت. ولكن للأسف فرحة أليسون ما كملتش لأنها فجأة بتحس بألم شديد في بطنها وبتقع على الأرض وحياتها بتنتهي. وساعتها بيتضح إن العصير اللي شربت منه بيتي كان حاطط فيه سم قاتل، وهو ده نهاية السيناريو اللي لورين ما حكتهوش، واللي هو إنها انتقمت من ال4 بنات اللي سببوا لها الألم زمان بنفس السم القاتل. ولكن اللي اتغير المرة دي إن أليسون قدرت تقضي على بيت المتوحش وأمه المجنونة، وده معناه إن السيناريو ده مش هيتكرر مع حد تاني. وبكده يكون فيلمنا انتهى، ما تنساش اللايك والاشتراك. سلام.